ما كاين لا ميسي ولا رونالدو، كاين نوض تخدم الا بغيت تخدم. واحد أبوه من أكبر التجار في الأقمشة يقول دفع والله العظيم، والله. كم عمره هذا اللي جاك؟ رجال كبير موظف، قسما بالله العلي العظيم انه دفع 3,700,000. في ناس باعوا سياراتهم عشان يدعمون المشاهير. نعم، في ناس باعوا سياراتهم، في ناس خسروا، في ناس ضاعوا، في ناس دمرت، في ناس باع اغلى ما يمكن. انا بعرف واحد طلع لايف تيك توك ساعة جاب حوالي 40-50 ألف دولار، في ناس جابت 100,000، في ناس جابت 320,000 دولار. أنا طلعت بث ساعة على التيك توك أجاني 6,000 دولار في ساعة، وبالمقابل أنا بطلع 7 ساعات على الفيسبوك. واش في راسك ان هاد الاسد اللي كيتعطى هديه غير في التيك توك ساوي 4500 درهم، وهاد الصاروخ اللي كيتشتت قيمته 3000 درهم، اما هاد الكون راه ساوي مولاي 5200 درهم. تطبيق تيك توك عنده تقريبا مليار مستخدم في العالم، وفي المغرب كاين تقريبا 6 مليون مستخدم في هذا التطبيق. وهذا الرقم مرشح طبعا للارتفاع، لان ارباح هذا التطبيق خياليه وكتغري اي واحد يسكن فيه ماشي غير يدخل ليه. واش فراسك كاين شي ناس كيدخلوا اكثر من 30 مليون سنتيم غير في بث واحد، عباره على عده هدايا، والربح كيكون عن طريق بث مباشر كيفعلو المستخدم، وكيبقى يطلب من الداعمين اللي هما بطبيعة الحال غادي يدعموه عن طريق الهدايا. وهاد الهدايا في عدة أنواع، مثال هاد الوردة ساوية درهم واحد، وكاين هدية القطار وهدية الجمل وهدية الفيل اللي يساوي 900 درهم. وهاد الهدايا كاملين كيتعتبروا هدايا صغيرة، ولكن إذا كان عندك الزهر وعندك متابعين كبار فالهدايا غادي تكون على شكل أسد اللي يساوي مولاي 4500 درهم، والكون ساوي 5200 درهم، وكاين بزاف ديال الهدايا غاليين. تخيلوا معايا متابعينا، واحد داير البث المباشر ورابح 5 ديال السبوعة و6 ديال الكون، شحال غادي يكون الربح ديالو في ساعة واحدة؟ أي في البث غادي يكون عنده أكثر من 4 المليون سنتيم، أيه أكثر من 4 المليون سنتيم. سير انت قرا، وسير انت خدم، ودير الدكتوراه ودير الطب ودير الهندسة وصدع راسك بلا فائدة. والمشكل في المداخل الخيالية، كل واحد الله يسهل عليه، الراجل هو اللي كيجيبها من فم السبع. ولكن المشكل مشاهدينا طبيعة الحال هو المحتوى اللي عليه العمدة. وللأسف الشديد رجعنا كنشوفوا بعض الآباء والأمهات وصلت بهم الوقاحة كينشروا فيديوهات ديال الوليدات نتاعهم، وهاد الوليدات فيهم الصغار الرضع، ولينا الكارثه الكبيره هي حتى ذوي الاحتياجات الخاصه ولاو كيديروا بعض الفيديوهات الله يحضر السلامه، كلشي هادشي هذا باش يربحوا المال. وهذا المستوى المنحط اللي وصلنا له عن طريق التيك توك او العالم الاخر كي كنسميه انا، هنا كيبان لينا كيفاش كنفكروا وكيفاش كنستثمروا هاد التطبيقات بواحد المستوى كارثي في غياب كامل للثقافة والتوعية والتعليم.